السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا تتمه ديال الفيديو اللي حطيت لكم البارح. فلقيت بزاف ديال الهميزات في الاجهزه الكهربائيه والاجهزه الالكترونيه، وقلت ضروري ما نشاركها معكم من اسواق السلام. فغادي نبدا معكم ان شاء الله يا ربي، بسم الله على بركه الله. باول حاجه بهاد الاسبيراتور هذه اللي فيها واحد الثمن اللي زوين بزاف، كدير 800 درهم وداروا فيها تخفيض رجعوها ب 600 درهم. بالنسبه لهاد الاسبيراتور هذه عندي تقريبا بحالها، ما فيهاش الصاك، فيها واحد الفلتر كتغسلوه وكتحطوه في شي بلاصه ما تكونش هكذا مشمشه ولا غير كينشف، باش ما كيخسرش لكم دغيا دغيا. بالنسبه لهاد الاسبيراتور هذه فيها 600 واط، وكاين تخفيض كبير في هاد الاسبيراتور هذه ديال لا مارك رويال. هاد لا مارك هذه اللي كتكون زايده في الثمن. هنا بقيت كنتاكد من الثمن وكنعاود، حيت كانت الثمن الاصلي ديالها كان ب 999 درهم، دابا داروا فيها تخفيض رجعوها ب 460 درهم. كما كتشوفوا راه هاد الاسبيراتور هادي كيكونوا زعما زايدين في الثمن. فهنا كما قلت لكم راه دايرين فيهم تخفيض. كنتمنى اللي محتاجهم يمشي ياخذهم هكذا، حيت هاد الثمن هذا قليل فاش كيديروه. كاينه عاود هاد لا مارك هادي اللي صراحه ما معروفاش حتى هي. بالنسبه للثمن ديالها هذه كانت ب 1500 درهم، رجعوها ب 1000 درهم. كل وحده وشنو الامتيازات اللي فيها، يعني على حساب الثمن ديال كل وحده يعني كتلقاو شي حاجه زايده على الاخرى. كاين هذا الباك هذا فيه عجانه وفيه هذا الميكسور هذا كما كتشوفوا لا مارك ديال توغوس. بالنسبه لهذا الباك هذا كان ب 1500 درهم، رجعوه ب 1050 درهم، نقصوا فيه 450 درهم. وكما قلت لكم الا خديتوا هذا الباك هذا راه كتاخذوا حتى الميكسور كيعطيوه لكم غراتوي. اللي مجرب هذه العجانه هذه يخلي لنا هكذا الراي ديالو في التعليقات، حيت هذا الباك هذا جاني انا الثمن ديالو مناسب بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. الله يجازيكم بالخير. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، واللي ما مشتركش مرحبا به والف مرحبا. وهنا لقيت واحد التخفيض زوين في هاد البانيني كما كتشوفوا. هادي داروا فيها واحد التخفيض اللي زوين، رجعوها ب 120 درهم، الثمن الاصلي ديالها كان ب 200 درهم. كاين تخفيض في هاد العصارات ديال القهوه، هاد لا مارك ديال رويال. بالنسبه لهذه راها كبيره، كتهز 12 ديال لي طاس. وبالنسبه اللي حداها لا مارك ديال طوغوس. المهم هذه غتبان لكم انها صغيره على الاخرى، ولكن كما قلت لكم على حساب لي مارك. بحال دابا هذه حتى هي دايرين فيها تخفيض، الثمن ديالها 290 درهم. كاين هذا توستر هذه ديال لا مارك مولينيكس. هذه الماركه هذه اللي زوينه. المهم حاولت نصور لكم لي مارك اللي معروفين، ومهم الحوايج اللي فيهم تخفيض باش تاخذوا فكره وصافي. بالنسبه للثمن ديالها 350 درهم. وغنشارك معكم وحده اللي عجباتني كبيره، يعني كتحطوا 4 في دقه واحده كما كتشوفوا. فبالنسبه لهذه لا مارك ديال رويال، فبالنسبه لهذه كانت ب 790 درهم، رجعوها ب 450 درهم، يعني الثمن ديالها كيبقى مناسب بزاف. كاينه هاد البانينيه هذه حتى هي ديال لا مارك توغوس، حتى هي كان فيها تخفيض. كاين اختلاف ما بين اللي صورت معكم قبيله وهذه. فبالنسبه للثمن ديالها 120 درهم. بالنسبه لي بلاك هكذا، كاينه هاد البلاك هذه الثمن ديالها ديال كاندي، الثمن ديالها 1000 درهم. ولا بغيتو هكذا لاهوت كتاخذوها ب 799 درهم، يعني قول 800 درهم. ولا خديتوهم بجوج بهم كتنقص لكم 100 درهم، كتحسب لكم فقط 1700 درهم. وهذا العرض هذا يعني باقي ان شاء الله هاد الايام هذه، من غير شي حوايج اللي يعني غيتبدل لهم هكذا الثمن. وهنا كاينه هاد البلاك هذه حتى هي ماركه اللي معروفه. فبالنسبه لهذه حتى هي فيها تخفيض، الثمن ديالها 800 درهم. هنا صورت معكم هاد الفران هذا ديال هاد لا مارك زينيا. هاد لا مارك هذه اللي عاد يعني ولات دابا في كارفور، ولات في اسواق السلام، مرجان كلهم دخلوهم. فيهم جوج ديال الطاوات كتجي في الفران، فيه زاجه وحده كما كتشوفوا. كيبان صراحه الله زوين، وتا الثمن ديالو كيبقى مناسب، الثمن ديالو 500 درهم. مو كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. صورت معكم هكذا بزاف الحويجات اللي فيهم هكذا تخفيض. كاين هاد الميكرو اوند هذه ديال لا مارك كاندي، حتى هي راه فيها تخفيض. هاد لا مارك ديال كاندي زوينه. وبالنسبه للثمن ديال هاد الميكرو اوند، الثمن ديالها 1050 درهم، حتى هي راه دايرين فيها تخفيض. المهم ملي كتمشيو للجهه ديال الفرارن وهادشي ديال الاجهزه الكهربائيه والاجهزه الالكترونيه، كتلقاو بزاف ديال التخفيضات، منهم هذا الباك هذا اللي فيه 3 في 1. كاينه عجانه
من لا مارك ديال سانكر. فيها عجانه وفيها طحانه هكذا ديال اللحوم وفيها بلاندر، يعني كما كنقولوا حنا مولينيكس، يعني باش كنطحنوا العصير. بالنسبه لهذا الباك هذا كامل كيمشي بثمن ديال 1700 درهم. وحتى هذا الباك الصراحه عجبني بالنسبه للناس بحال هكا اللي كيكونوا مثلا عاد زوجو ولا كيكونوا بغاو يشريو بزاف ديال الحوايج، فهذا زوين. وهذا الشيء هذا اللي كتشوفوا يعني ممكن انكم تحيدوه، كتبقى مثلا العجانه بوحديتها، ومني كتبغيو تخدموا هكذا شي حاجه فعاد كتلصقوهم مع بعضياتهم. كاينه هاد الاير فراير، هاد القلايه الهوائيه، هذه الماركه ديال اسواق السلام، ما عندهاش سميه، يعني لا مارك مكتوبه انها ديال اسواق السلام. كما كتشوفوا الشكل ديالها مختلف على الاشكال اللي كيكونوا دائما في القلايات الهوائيين، ودايرين فيها حتى هي تخفيض. بالنسبه للثمن ديالها كانت ب 1200 درهم، رجعوها ب 1100 درهم. كاينه هاد الفونتيلاتور هذه كتجي هكذا يعني في اللون الابيض، كتجي يعني طويله ماشي قصيره، ممكن انكم تحطوها يعني غير في الارض. بالنسبه للثمن ديالها 350 درهم. وكاينه عاود واحد الشكل واحد اخر، ها نتوما هاد الكحله هذه كتجي شويه قصيره، محد يعني الحجم ديالهم كيصغر والثمن حتى هو كينقص. ها نتوما بالنسبه لهذه الثمن ديالها 300 درهم، نقصوا فيها 50 درهم. وحتى هاد لا مارك هذه ما معروفاش، نتمنى اللي مجرب هاد لا مارك هذه يشارك معنا هكذا الراي ديالو في التعليقات. كاين عاود هاد الصغيره هذه الثمن ديالها 260 درهم، حتى هي نقصوا فيها 50 درهم. وهنا في الاخر صورت معكم الفاز اولا البو باش كديروا هكذا، كتزرعوا شي نبته ولا هذه وكتحطوها هكذا تما، كيجي الشكل ديالهم زوين. فبالنسبه للثمن ديالهم 50 درهم، فيهم بزاف د الالوان والشكل ديالهم كيجي غزال زوين بزاف. حتى هما زويونين، كنتمنى حتى هما اللي مجربهم يخلي لنا هكذا الراي ديالو في التعليقات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. وراه ما صورتش معكم كل شيء حيت يعني درت لكم فيديو البارح درت لكم فيه لماعن، حتى هو كان فيه تخفيضات اللي زوينه بزاف. وكما قلت لكم يعني كاين تخفيضات اللي غزاله، ما صورتش كل شيء. بالنسبه لاسواق السلام راه كاين في مدينه طنجه، جا في الطريق ديال مسنانه. وبالنسبه للعروض راح كتكون يعني وطنيه، جميع العروض اللي دابا شفتوهم تقريبا كتكون في المدن كاملين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.